فالكاميرا الحرارية هي بتديني صورة حرارية للبوردة. لما بيكون عندي تسريب او شورت بحط الجهاز تحت الكاميرا، فبتبين لي ايه هو المكون اللي بيستهلك تيار عالي، عن طريق انها بتوريني ان المكون ده هو الاكثر حرارة. طيب هل انا ما اقدرش اعمل كده من غير كاميرا حرارية؟ في حالتين: لو سحب التيار عالي قوي وبيسبب سخونة في البوردة، يعني لما تمسك كده البوردة تلاقي ان في حاجة سخنة قوي، فانت مش محتاج الكاميرا الحرارية، تقدر تستخدم بدلها الراجينا. لكن لما يكون سحب التيار قليل جدا لدرجة ان البوردة ما بتسخنش، فانت هنا بتحتاج الكاميرا الحرارية، لانها بتقدر تبين لك التغير في الحرارة حتى لو كانت الحرارة قليلة جدا، زي درجة حرارة الغرفة مثلا 21 22. انت دلوقتي درجة حرارة جسمك 37 او 36 او 38، انت عندك تسريب بيتسبب بحرارة 22 23 24 25، اي رقم او اي حرارة تحت درجة حرارة جسمك، فانت لما تلمس البوردة كده انت مش هتحس بيه. عشان تحس بسخونية في البوردة فانت محتاج ان تكون الحرارة الناتجة عن الشورت او التسريب ده اكبر من درجة حرارة جسمك، وبفرق كبير عشان تلاحظها. الراجينا دي مادة صلبة بتدوب او بتنصهر لما بنحط عليها الهواء السخن من الهوت اير او الكاوية. لو انا حطيت من الراجينا دي على البوردة وعندي تسريب بيعمل مثلا درجة حرارة 27 28 30 40 درجة سيليزية، فالراجينا دي مش هتنصهر. الراجينا دي بتنصهر عند درجة حرارة فوق من 50 أو 60 درجة سيليزية، فأي تسريب هيعمل درجة حرارة أقل من 60 أو من 50 درجة سيليزية مش هيبان معاك بالراجينا. دلوقتي أنا معايا جهاز فاصل باور، لما بوصله على الباور سبلاي بلاقي إن الجهاز بيسحب سحب أمبير عالي جدا، وده معناه إن الجهاز ده فيه شورت سيركت، فيه قفلة